بيبتدي فيلمنا النهاردة بالظبط وشي قاعدة في عربية وعلى وشك إنها تنتحر بالمسدس، لكن بتفوق على بنت بتخبط لها على الإزاز وبتجري وصوت شباب بيجروا جنبها، فبتخرج وشي من العربية تشوف إيه سبب الهيصة دي، فبتلاقي جثة غرقانة في النهر، فبتبلغ وشي زمايلها في الشرطة. فلما بيوصل رئيسها تيهوي ومعاها الشرطية الجديدة، فبيسأل وشي بتعمل إيه في المكان ده مع إنها في أجازة رسمية، فبتقول له إنها جاية تتفرج على الألعاب النارية في ليلة رأس السنة. فبيطلب منها رئيسها إنها تسلمه المسدس بتاعها وترجع للشغل من بكرة وتخلص من العربية اللي معاها. وبنعرف إن وشي جوزها كان شرطي معاهم بس انتحر في العربية اللي هي قاعدة فيها دي، ومن يومها وهي عاملة العربية بتاعته مكان للمعيشة بتاعتها. بنروح بعد كده المخزن بقالة وبنعرف إن اللي شغالين فيه تونج شي وصاحبه بطل حكايتنا يو شينج، وبنشوف تونج شي بيتعصب على يو شينج عشان خد تاكسي الأجرة بتاعه وعمل بيه مخالفة مرورية وما دفعش حق المخالفة دي، لكن يو شينج بيصمم إنه ما خدش التاكسي أصلا. وبنعرف إن حبيبة يو شينج واسمها واري مختفية من كام يوم ومحدش عارف يوصل لها. وبنرجع تاني للجثة المجهولة اللي لقوها وبنشوفهم وقت تشريحها اللي فيه بيكتشف الدكتور إن القاتل طعنها في الرقبة وصفى دمها، وبيقطع القاتل صباع البنصر الشمال للضحية، وكمان عمل صنفرة لبصماتها عشان محدش يقدر يتعرف عليها. ولما بيشرحوا بيكتشفوا إن قلبها كمان مش موجود. ولما وشي سألت الدكتور ليه المجرم بياخد القلب والصباع البنصر بالذات، فقال لها إن صباع البنصر الشمال فيه وريد الحب، وده معناه إن القاتل شخص اتأذى عاطفيا. وبنروح لرئيس الشرطة وهو قاعد مع وشي وبيكلف الشرطية الجديدة اللي اسمها ويشان بحل القضية ومعرفة القاتل في أسرع وقت. فبتتعصب وشي وبتقول له إن ويشان لسه مبتدئة وإن القضية صعبة عليها لوحدها، فبيطلب منها رئيسها إنها تكون المشرفة بتاعتها عشان تساعدها في حل القضية لو احتاجت منها أي مساعدة. وبالليل بنشوف بنت بتخبط بقوة على باب مخزن البقالة وبيشوفها يوشينج، وبنعرف إنها سابين اللي تكون أخت حبيبة واري المختفية من كام يوم. وسابين بتقول له إن أختها واري كانت هترجع تايلاند في عيد ميلادها وبعدها هتاخدها معاها على هناك ويعيشوا سوا، لكنها ما رجعتش تايلاند ومختفية ولا حتى بترد على اتصالاتها، وبتعرفه إنها جاية تدور على أختها. فبيعرفها يوشينج إنهم انفصلوا وإنها كانت تعرف عليه واحد اسمه مان كونج، لكن سابين بتأكد له إنها كانت بتحبه هو حتى بعد ما انفصلوا. فبيظهر على يوشينج الحزن الشديد وبيقول لها إنه هيعمل لها ورق إقامة مزور ويدوروا عليها سوا. في نفس الوقت بيجي للطوارئ اتصال من مجهول من تليفون عمومي بيعرفهم من الجثة اللي كانت في النهر لبنت من العمالة المهاجرة واسمها واري. تاني يوم بتكون سابين مع يوشينج في التاكسي وبتوري صورة أختها لتونج شي وبتسأله إذا كان يعرفها، لكن فجأة بيسمعوا صوت عربيات الشرطة في المكان لأن ده المكان اللي فيه كابينة التليفون اللي جت منه مكالمة الطوارئ. وبيلاقوا صندوق وبيعتقدوا إن فيه قنبلة وبيتعاملوا معاه، لكن الصندوق بيكون فيه حاجات بسيطة وقنبلة مزيفة، وبيكون فيه صورة لواري واختها سابين وكلبشات وصورة للتليفون العمومي. كمان فيه بصمات على شريط الصندوق لواحد من العمالة المهاجرين، وبتعرف الشرطة إن اسمه مانكونج. في نفس الوقت بتكون سابين مع يوشينج عند الراجل اللي هيعمل لها أوراق إقامة مزورة وبيصورها عشان يظبط لها الأوراق. وقت البحث بتشك وشي إن مانكونج هو القاتل وبتطلب من الشرطية ويشان تجيبه، وقالت لها تراجع مكالماته عشان تعرف توصله بسرعة. بنروح لسابين اللي بتجيلها مكالمة من واحدة اسمها بيتي وبيكون الصوت غريب، وبتقول لها إن أختها عندها ظروف تمنعها إنها تكلمها، وبتقول لها تتصل بيها يوم عيد ميلادها وهي هتبعت لها عربية تاخدها لأختها، وتقول لها ما تثقش في الناس اللي حواليها. وفعلا بتروح سابين تتخانق مع يوشينج وبتقول له إنها قاعدة عنده من كام يوم وهو معرفش مكان أختها ولا شاف لها شغل. وفي اسم الشرطة بتراجع ويشان تليفون القتيلة اللي اتعمل منه اتصال من 4 أيام ببنت، والبنت دي من العمال المهاجرين واسمها بيتي. كمان عملت اتصال النهارده بأختها سابين، مع إن الوقت ده كانت واري ميتة من كام يوم حسب تقرير الطبيب الشرعي. فبتشك وشي إن اللي عمل المكالمات دي هو مانكونج. كمان بتلاقي إن واري وسابين وبيتي ومانكونج كلهم بيكلموا رقم معين باستمرار وبيعرفوا إنه رقم يوشينج، وبيقرروا يروحوا يستجوبوه وياخدوه يتعرف على الجثة. وفعلا بيتعرف عليها وبيكون في شرطي متنكر كأنه مسجون بيستفزه عشان يتأكدوا إن هو القاتل، وبيدخلوه أوضة الاستجواب وهو منهار من العياط عليها، وبيعرضوا عليه أكتر من صورة لكنه بينكر إنه يعرف أي حد فيهم، وبيتنرفز على وشيه لحد ما بتوريه صورة مانكونج فبيبان على وشه إنه يعرفه لكنه بينكر قدامهم. وبيروح يوشينج البيت يلم هدوم سابين ويطردها من عنده ويقول لها ترجع لبلدها، لكنها بتقوله إنها مش هتمشي إلا لما تقابل أختها، فبيقول لها إنها مش هترجع تاني هنا. في الوقت ده بتكون وشي ويشان بيراقبوها وبيشوفوا سابين وهي متعصبة وبتخبط التاكسي بحديدة وبتجري، فبيطلب يوشينج من تونج شي يروح وراها وهو بيركب عربيته وبيمشي في اتجاه تاني والشرطة بتروح وراه. فبيشوفها في مراية العربية وبيحاول يفلت من المراقبة، لكن وشي بتروح لنفس الطريق بس من ناحية تانية. وبنشوف يوشينج
يوشينج راح عند مانكونج على أساس إن هو القاتل، لكنه بيقول له إنه مش هو اللي عمل كده، لكن عارف إنها ماتت. وبتدخل وشي عليهم في نفس الوقت، لكن بيجروا منها وهي بتجري وراهم. وفي نهاية المطاردة بياخد مانكونج المسدس منهم وبينتحر قدامهم قبل ما الشرطة توصل. فبيكلف رئيس الشرطة الضابط إي هاو بالإشراف على وي شان، وبيطلب من وشي إنها تاخد أجازة. فبتقول له وشي إنها مش هتسيب القضية دي إلا لما تخلصها. وفعلا بتروح تتكلم مع يوشينج في الحبس، وبتحكي له إن حبيبته على الرغم من إنها كانت ميتة لكن أنقذتها من الانتحار، وبتطلب منه يساعدها تقبض على القاتل. لكن في الوقت ده بيكون إي هاو هو المشرف الرسمي على الضابطة الجديدة ويشان. وبترجع وشي لبيتها لأول مرة من يوم انتحار جوزها، وبتدخل تاخد شاور. وقتها بيرن عليها يوشينج وبيبعت لها رسالة إنها تروح له على المكان اللي بعت لها الموقع بتاعه. ولما بتوصل عنده بتلاقيه بينبش في الأرض وبيطلع جثة، بنعرف بعد كده إنها جثة بيتي. وبيقول لها إنهم لقوها من فترة على باب المذبح اللي كان شغال فيه عمال مهاجرين من بلاد مختلفة، فخافوا يبلغوا الشرطة عشان ما يدخلوش في مشاكل. وبيقول له إنه اضطر يدفنها، وعشان كده صدق مانكونج لما قال له إنه مش هو القاتل. وبيفكر هو ووشي إن القاتل أكيد يعرفه، وكمان يعرف كل حاجة عن البنات المهاجرين. فبياخدوا الجثة على مخزن البقالة وبتفحصها وشي، وبتشوف نفس العلامات اللي كانت على جثة واري، وإن الصباع مقطوع والقلب مسروق. في نفس الوقت بيكون رئيس الشرطة في المكتب متعصب على كل الضباط، وبيقول لهم مش عارفين تجيبوا ولا بنت من اللي اختفوا، وطلب يجيبوا له تليفون واري. وقتها بترن وشي على ويشان، ولما مش بترد بتبعت لها رسالة بتطلب منها تروح لها وتجيب معاها سجل مكالمات بيتي، وبتعرفها ان بيتي ماتت. وفي اسم الشرطة بتتحجج ويشان ان عندها مغص عشان تعرف تجيب لوشي سجل المكالمات اللي طلبته منها. وفعلا بتتصل عليها ويشان اللي اكتشفت ان المجرم بيقتل ضحاياه من البنات في يوم عيد ميلادهم، وبيحتفظ بتليفونهم معاه وبيتصل بيه على الضحية اللي بعدها. وبيعرفوا ان الضحية اللي جاية هتكون سابين، وبيتصل عليها يوشانج لكن بيكون تليفونها مقفول. فبتشك وشي في صاحبه تونج لانه عارف كل العاملات المهاجرات وتفاصيل حياتهم، لكن يوشينج بيأكد لها انه واثق فيه وعمره ما يعمل كده. وبياخدها ويروحوا بيت صاحبه، وبيقابل اخته هناك وبيسألها عن سابين، فبتقول له انها راحت شغل جديد. في الوقت ده بنشوف سابين في مشهد تاني واقع على الارض ومتكتفه على كرسي متحرك في مكان غريب. وفجأة بتوصل ويشان ومعاها صورة سابين وهي بتركب تاكسي، والتاكسي بنفس ارقام تاكسي تونج شي. فبيقرروا يروحوا يقابلوه عشان يسألوه عنها. وفعلا بيوصلوا وبيشوفوا التاكسي بتاعه مخبوط من الجنب، لكن اللي ركبته سابين كان تاكسي سليم وما فيهوش اي خبطات. هنا بيعرفوا ان القاتل سرق رقم التاكسي بتاع تونج شي، وكمان بيفتكروا موضوع المخالفة. فبيشوفوا تصوير فيديو ليوم المخالفة وهو يوم موت واري. فبيعرفوا ان القاتل دخل موقف عربيات، فبيروحوا بسرعة على هناك وبيلاقوا التاكسي المزيف موجود في الموقف. ولما بيبصوا من شباك التاكسي بيشوفوا رخصة القيادة واقعة جوه التاكسي، وبيعرفوا القاتل. واحنا كمان بنعرف ان القاتل هو الراجل اللي بيعمل اوراق مزورة للبنات المهاجرين. وبنروح بقى للقاتل اللي في نفس الوقت بيكون جايب تورته عيد ميلاد سابين، وهي بتطلب منه ما يقتلهاش وهتعمل له اللي هو هيطلبه منها. فبيقولها تعيش معاه للابد، فبتعيط وبتنهار وبتقول له انها عايزه ترجع بلدها. فبيفتكر القاتل ساعتها في يوم عيد ميلاده ان البنت اللي كان بيحبها سرقته وهربت. في الوقت ده بتتصل ويشان على الضابط ايهاو عشان محتاجين امر اعتقال ودعم من الشرطه، وكمان بتبعت له الموقع اللي هما فيه. لكن فجاه بيظهر القاتل في عربيته وبتحصل مطارده بينهم، وبيجروا وراه وكان في ايده سكينه فبيضرب بيها الضابطه ويشين، وبتلبسه وشيك كلبشات وربطته في العربية. وطلعوا على المستشفى ودخلوا المصابة اللي معاهم، ورجعوا للقاتل سألوه عن مكان سابين، فطلب منهم يروحوا الاستوديو الأول. ولما وصلوا الاستوديو القاتل طلب من يوشينج يطلع الدور التاني عشان هيلاقي هناك اللي هو عايزه. ولما بيطلع يوشينج بيتصدم لما بيكتشف ان القاتل عامل معرض بصور الضحايا اللي قتلهم كلهم ومحنط قلوبهم وصوابعهم اللي بياخدها من كل ضحية. فبيشوف يوشينج صورة حبيبته فأعصابه بتفلت وما بيعرفش يمسك نفسه وبيحاول يقتله. فبتقول له سيبه عشان نعرف منه مكان سابين، لكنه ما بيكونش سامعها اصلا. فبتضطر تضربه رصاصه في رجله وبتاخد المجرم وبتروح معاه لوحدها على المكان اللي حاجز فيه سابين. ولما بيوصلوا بيكون الباب الحديد مصفح وليه رقم سري، فبيفتحه وبيحاول يدخل ويقفل على نفسه، لكنها بتدخل بس بعد ما قفل على صوابع ايديها. بس المجرم بيجري وبيهددها بانه هيذبح سابين، وطلب منها ترمي المسدس بعيد عنها. فبترميه فعلا وبتكون سابين مغمى عليها من الدخان اللي في المكان. بعدها بيحاول المجرم انه يتخلص من وشي ويخنقها بكيس بلاستيك عشان يقدر يهرب، لكن بتكون قدرت توصل للمسدس وبتضربه طلقه في صدره، وبيموت وهي مقفوله عليها معاه ومعاهم سابين، وهي ما تعرفش الرقم السري بتاع الباب وبتحاول تفتحه بالمسدس لكن مش بينفع. وبتفتكر وقتها جوزها لما طلب منها الجواز وقال لها تخلي بالها من نفسها وتتمسك بالحياه، فبتستخدم طفايه الحريق وبتعرف تكسر شباك في الباب تتنفس منه وبتحاول تفوق سابين. وبعد اسبوع بنشوف وشي في عربيه جوزها وبتتخيل انها بتودعه، وبتسيب خاتم
الجواز في العربية وبتمشي وبترجع تنام في بيتها مرة تانية، وبتاخد وشي حاجاتها وبتروح لزميلتها ويشين تزورها في المستشفى وتطمن عليها، وبتقول لها إنها أخيرا بطلت تنام في العربية ورجعت تنام في سريرها، فبيضحكوا هما الاتنين. وهنا بيخلص فيلمنا. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو حابين تشوفوا أي فيلم اكتبوا لنا اسمه في التعليقات.